السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شوات اقتصادية مع سميرة. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم لاباس وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نعطيكم جميع الاسرار باش غادي ينجح معكم الفقاس من اول تجربة، وراه فقاس ناجح البنات. يعني انا نفس المقادير اللي كنخدم بها ما عمري ما كنبدلها. نفس المقادير راني حطيت بزاف د الفيديوهات ديال الفقاس، وإلا رجعتي ليهم راه غتلقاو نفس المقادير ونفس الفقاس، يعني بحال تقولوا نتوما راه فيديو واحد. هو راه ماشي فيديو واحد، يعني راه كيجيني نفس الفقاس، كيجي ناجح 100%. وإلا عجبكم البنات هذا الفيديو ما تنساونيش البنات من لايك، واللي كتشوف القناه ديالي اول مره ما تنساش دير لي اشتراك باش يوصلكم كل جديد ديالي. بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديالي هما هادو هانتوما كتشوفوا. عندي البنات هنا 6 ديال البيضات، واحد القبيصه الملح، هي في الجنيب انا دايراها. عندي هنايا بالنسبه للمقادير الاخرى عندي كيلو ديال الدقيق ممتاز خاص بالحلويات اي نوع كتفضلوا نتوما. عندي 2 كيسات ديال سكر سنيده، عندي كاس ونص ديال الزيت، زيت نباتي ها نتوما كتشوفوا. عندي 4 كاس ديال ماء الزهر. عندي هنايا الزنجلان، واحد تقريبا واحد الكاس. عندي هنا كاس ونص ديال اللوز، راه ما مرطب ما والو، غير كنشدو ونمسحو وكنديرو هكذاك. عندي 2 اكياس خامه الحلويات، وعندي هنا النوافع بجوج، عندي حبه حلاوه والنافع. راه البنات كيجي فقاس ناجح 100%. بالنسبه للزيت راه كندير كاس ونص، يعني كاس ونص وافي، كاس ونص، ماشي كاس ونص واقف، كاس ونص وافي كما قلت لكم. بالنسبه للسكر سنيده كيكون سكر رقيق. وكنخدموا المكونات مزيان على هاد الطريقه اللي غادي تشوفوا. انا ما كنخدمهمش في الاول غير بيدي، راه حتى كنخدم مكونات مزيان بالفوي، اولا تخدموهم بالخلاط الكهربائي، اولا باش ما بغيتو نتوما. وهاد نص كاس، هاد 4 كاس ديال الماء الزهر يمكن لكم تعوضوه بالماء، يمكن لكم تعوضوه بالحليب اللي كان متواجد عندكم ديروه. كندير انا كل شيء مره واحده، وكنخدم بالفوي على هاد الطريقه هذه حتى كيرجع لي الخليط ثقيل. هذا هو السر ديال باش يجيكم الفقاس ناجح. كنخدم المكونات مزيان، حانتوما غادي تشوفوا كي تيرجع لي الخليط بحال اللي كيتقال واحد شويه، وكتجيني الملمس د العجينه رطب. اما لما خدمتوش المكونات مزيان كيجي الملمس د العجينه حرش وما كيجيش فقاس ناجح. هذه هي الاسرار البنات ديال الفقاس. نتوما كتشوفوا راه كنخدم جميع المكونات على هذه الطريقه هذه. شوفوا الخليط كيفاش كيرجع ملي كنخدمو مزيان، راه كيرجع بحال ثقيل شويه. ها نتوما راه يعني كنظن الصوره راه موضحه كل شيء. شوفوا كي كيرجع القوام ديالو. كندير هنا كاس ونص ديال اللوز، غادي ندير 2 اكياس ديال خميره الحلويات. وبالنسبه للبنات اللي كيطرطق ليهم الفقاس يتبعوا معايا نفس المقادير، وراه ما غاديش يطرطق لكم الفقاس. كيطرطق لكم فقاس يا اما من العجينه كديروها قاصحه، يا اما ما كتخدموهاش مزيان، يا اما نقول لكم ما عرفتش واش كطيبوه الفران مجهد ولا ما عرفتش. المهم شي حاجه بحال هكا ديروا شي حاجه ماشي هي هذيك. دابا غنبدا ندير الدقيق الخاص بالحلويات، كنقولها ونعاودها. غنبدا ندير الدقيق ديالي شويه بشويه. انا كندخلو في العجين شويه بشويه. دائما الدقيق ديالكم ما تكبوش مره واحده، بقاو تخدموا شويه بشويه تتحصلوا على الخليط اللي نتوما، المهم القوام اللي بغيتو نتوما. انا هذا القياس هذا راه كندخل فيه كاس، كيلو عفوا، كيلو ديال الدقيق وكاس ديال العنبه. وكيبقى دائما الخليط على حسب الدقيق اللي كتستعملوه نتوما، لان الدقيق كاين بالانواع، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. من بعد ما كنجمع العجين ديالي ها نتوما كتشوفوا هو هذا راه ما قاصحاش وما رطباش. وسمحوا لي البنات على الهضره بزاف، راه كنبغي نشرح لكم وصافي. كنرجع كنقسم داك الفقاس ديالي على 4 ديال الليمونات. ثم ملي كتبان لي شي حبه ديال اللوز راها خارجه كندفعها تدخل لداخل باش ما يبقاش خارج على برا.
ندير لها الطريقه هذه. هانتوما كتشوفوا راني كندفع داك اللوزات كيدخلوا، وكنبقى نخدمها بهذا الشكل هذا. كنكون وكنبقى هاد الطريقه اللي كتشوفوني كندير لها باش ما يجيش فيها داك الهواء لداخل، وكتجي واحد الخويه في وسط الفقاس. كنجمع داك العجينه بيدي باش لا كانت شي خويه ديال الهواء كتحيد. هانتوما الفران راه ما كنسخنوش. نتوما الا بغيتوه غليظ كتخليوه غليظ، اللي بودان ديالكم غليظ. بغيتوه يعني متعاوط، نتوما اللي كتحكموا القياس اللي بغيتوه نتوما. اللي كنكون مفرشه اللاطه ديالي بالورق ديال الفرن. هانتوما راه كنديرهم بقياس واحد. شوفوا الملمس د العجينه البنات راه كيجي رطب. الا كانت الملمس د العجينه رطب عندكم راه يجيكم فقاس ناجح 100%. ملي كنقادهم على هذا الشكل هذا كلهم بقياس واحد، كنجيب واحد اللاطه اللي مفرشه كما قلت لكم بورق ديال الفرن. هانتوما كتشوفوا، وكندير داك الكميرات ديالي اولا لي بودان اولا المهم باش كتسميوهم نتوما في اللاطه ديالي. كندهن بالكاكاو واصفر بيضاء اولا بالنسكافي ومع البيض، وكندير لهم شريطات. هاد يعني هادي راه كل واحد كيعرفها. كدهنوه وكتشرطوا ليه وجه بفرشيطه، وكنديرو في الفرن ديالي بارد. وكنبقى الفران ما كنسدوش. كنسد الباب وحده ديال الفران كنسدها، وحده كنخليها بحال اللي شويه كتخرج الصهد من نفسها، وكنبقى كنطلع عليه كل ساعه حتى كنشوفو طاب. والفقاس ديالي هو هذا. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيخرج، راه ناجح 100%. كنغطيه بواحد الفوطه يعني ماشي فازكه، كنفزكها ونعصرها مزيان الصباح حتى الصباح. يعني كنخدمو في العشيه عفوا، وكنخليه حتى الصباح عاد كنقطعو كيكون بارد ما كيتكسرش، وكيساعدني بزاف بزاف في التقطاع. هانتوما كنقطعو معكم بشويه باش تشوفوا. وملي غادي نقطعو غادي نوريكم الشكل ديالو كيفاش داير. راه كله هاني مقطعه الاولى وهاني كنقطع الثانيه، ويعني الاولين راه قطعتهم. هانتوما كتشوفوا في اللاطه راه حجم واحد كيجيو، وما بدون كسور بدون تفرتيت، وما كيجيش مشقق وكيجي زوين وكيجي فيه داك الثقوب بزاف. يعني شوف فقاس فيه داك الثقوب بزاف عرفوه راه ناجح 100%. الفقاس ديالي هو هذا، وكنتمنى تجربوا هاد الطريقه هذه. وإلا نجحت معكم ما تنساوش ولو في التعليق تخليو ليا غير نقطه، بدون تعليق تخليو غير نقطه كاع. هانتوما الفقاس ديالي كما قلت لكم راه حجم واحد. كندير الفرن ديالي حتى كيسخن مزيان، وكندير فيه اللاطه الفوق حتى كنشوفها بدات كتحمر، عاد كنهبطها لتحت حتى وكنبقى ندور اللاطه ديالي حتى كتاخذ لي واحد اللون ذهبي على هذا الشكل هذا اللي كنوريكم. وهانتوما الفقاس ديالي هو هذا. راه يعني بلا ما نزيد نقول لكم عليه راه باين وواضح زوين، ونتمنى تجربوه. وما تنسونيش البنات من واحد اللايك. هذيك اللايك راه ما كديروها لياش، ما عرفتش علاش، يعني ما تخسروا عليها والو. وكنشكر جميع المهم اللي كيدير لايك واللي ما كيديرهاش، كلشي بحال ماشي مشكل. انا كنشر هاد الفيديوهات غير للاستفاده. هو هذا الفقاس ديالي وخير هذا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله. وكانت الطلبيه ديال اليوم هي هذه البنات، فقاس رائع ونتمنى تجربوه. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.